تعالى هوريكم بنضف اي حاجه فيها شاليمو لابني ازاي عشان خاطر ما تتكونش جواها ميكروبات وبكتيريا وكده. اول حاجه بفكفكها على قد ما بقدر. دي لو بتتفك عندكم فكوها، بس انا مش بتتفك فهوريكم بنضفها ازاي من جوه. وبستخدم ده المفروض منظف عشان خاطر البيبرونات، مخصوص عشان خاطر البيبرونات واي حاجه خاصه بالبيبي. هو خلصان يعني، باقي حبه صغيرين عندي بس هو اللي بستخدمه. اول حاجه هنا بنضف الازازه بالطريقه دي، وطبعا تقدروا تنضفوا اي حاجه خاصه بالبيبيهات بنفس الطريقه. اوكي. بالنسبه للبوتل نفسها عندي الفرشه دي برضو بتجيبوها من دي ام، وبتنضفوا كده بالطول كل حاجه. في منها كذا نوع، في النوع ده وفي النوع السيليكون ده منصحش بيه ابدا ابدا، مش لطيف خالص ومش حلو، فانا جبته بس بستخدمه استخدامات اخرى. فبتفضلوا تدعكوا دعك دعك. بالنسبه للادوات دي انا بستخدمها مع ابني في اي حاجه بنضفها له، سواء كانت ببرونات، كانت بوتلز، كانت اطباق، اي حاجه بستخدم له نفس الادوات دي. الفرشه بتاعته وسائل التنظيف المخصص لادوات الطفل اهم حاجه. وطبعا بعدها بحطهم في حاجه ستانلس، ما تحطوهاش في حاجه بلاستيك عشان خاطر هنحط عليها ميه سخنه. وهنا بقى بنيجي لتنظيف الشاليمو نفسها، بنضفها بالفرشه دي، هي اصلا مخصصه للشاليموهات والحاجات الزغنطوطه قوي. فبحط عليها سائل زي كده وبحطها من جوه، وبفضل بقى نضف 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 نضف، وتاخديها غسيل ومكوى كده لحد ما تحس انها نطفت خالص، لان دايما بيبقى جواها بكتيريا وبيبقى جواها ميكروبات. والافضل ان احنا ما نعودش ولادنا اصلا على اي حاجه فيها شاليمو، بس هي مرحله عمريه وهتعدي. يعني انا في الفاميليا سنترم قالوا لي حاولي على قد ما تقدري ما تعوديهوش على الشاليمو، لانها مش كويسه، بتكون بكتيريا وميكروبات جواها. وطبعا تنظيف دي برضو حوار تاني. فدي البتاعه دي السيليكون دي ما بتخرجش عندي، ما بتطلعش اصلا من العلبه، فبالتالي تنظيفها شويه صعب. بس بصراحه دي افضل بوتل ابني اتعود عليها، كنت جايباها من غوسمان، لطيفه جدا جدا جدا، وهي ستانلس اصلا والبتاع ده سيليكون، فهي كلها صحيه اساسا. بس اهم حاجه الثنايا والحتت الصغيره دي من جوه تنضفوها كويس جدا، عشان خاطر هي دي الاماكن اللي بيتكون فيها البكتيريا. وبعد ما تحسوا انها نطفت خلاص بيجي دور بقى التعقيم. انا عندي جهاز للتعقيم البيبرونات، بس بطلت استخدمه بصراحه من يوم ما ابني وقف صناعي من هو وعمره شهرين لحد دلوقتي ما بستخدموش، لاني بكسل اطلعه واعقم مش عارفه ايه عشان خاطر ازازه واحده. وفي العادي الحاجات كلها بتتعقم في غساله الاطباق، فبالتالي مش بحتاج اصلا اعقم كتير غير الازازه دي بس. فبسخن شويه ميه زي كده واحطهم طبعا عليها، بس طبعا لازم كل حاجه تبقى متاكدين انها قابله لدرجه الحراره العاليه، يعني ما تشتروها تشوفوا انها بتستحمل لحد درجه حراره قد ايه. فانا دي كانت كلها حاجات عادي تستحمل حراره، فحطيت عليها شويه ميه مغليه. وبالنسبه مش بنخليها تغلي على النار، بس بنحط شويه ميه مغليه تتعقم مده اقل حاجه 30 ثانيه، وبعدين بتطلعيها تتنشف وبتبقى فله.